السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الكبسة السعودي أو الأكلة الحلة الواحدة الموفرة جدا جدا المشبعة، طبعا بطريقة سهلة مبسطة جدا، وهقولك ازاي تطلع معاكي في منتهى الجمال وتسوي كل حاجة في حلة واحدة ومن غير وتسوي الرز مع الفراخ ويطلع معاكي مفلفل وجميل بالشكل ده. وهقولك طبعا على طريقة الدقوس الأصلية عشان طبعا لازم تاكلي الكبسة من غير دقوس مش هيبقى طعمها حلو. هبدأ معاكم على الفيديو على طول عشان متأخرش معاكم. اول حاجه كده حله على النار واحط فيها ماده دهنيه زيت، واهم حاجه اكون غاسله الفراخ وغسلاها كويس جدا جدا ونقعاها. في طبعا طريقه الغسل اللي انا بغسلها لكم دايما على طول في ليمون ودقيق طبعا وشويه جنزبيل عشان ريحه الزفاره، وتنقعيهم وبعد كده تحطيهم في الحله تديهم الصدمه دي لحد طبعا ما ياخدوا وش من هنا ومن هنا. طبعا انا قلبتهم كذا مره لان انا عايزه احمرهم كويس جدا لان انا هسوي في نفس الحله. هتبشري بعد كده شويه بصل طبعا، وبعد ما تسيبيهم برضو البصل ده يتدبل خالص، ما نضيفش اي حاجه الا لما البصل يتدبل خالص. ما تحطيش البصل وبعد كده هتحط الفراخ هتلاقي البصل اتحرق معاكي، لكن تحط الفراخ وبعد كده تحط البصل. طبعا لما تقلبي هتكون معاكي برضو اخدت الفراخ لون وخدت من طعم البصل، حاجه جميله كده جدا جدا. بعد كده بعد ما البصل يتدبل وتقلبي الفراخ على كذا يعني مرة، ما تسيبهاش يعني مرة ومرة، لو النار سخنة عندك مرة ومرة هو خدت صدمة خلاص تمام، لكن انا عندي النار واطية فعشان كده بقلب الناحية دي وبقلب الناحية دي. خلاص كده بعد ما البصل يتدبل طبعا هنحط التوابل، هنحط هنا ليمون لومي وورق لورا وطبعا كركم وكاري وتوابل الرز المبهر او توابل الكبسة. وبعد كده طبعا هتحط شوية جنزبيل وتحطي قرفة، حتى لو عندك قرفة عيدان حطيها، لو عندك قرفة مطحونة برضو حطيها وحبهان. وهتسيبي طبعا وكمون وفلفل اسود واي توابل عندك حطيها، هي بتحب التوابل الكتيرة. طبعا هتسيبي التوابل تاخد ريحة كده، هتنزلي هنا لو عندك جزر مبشور، او هنا طبعا حاطه جزر اللي هو المتلج دوت من المكعبات لان انا بفرزه في الفريزر، وطماطميه تقطعيها قطعتين، وقرن فلفل طبعا ما تفتحوش عشان ما يزودش ريحه الشطه، احنا عايزين نديها طعم فقط. تمام، وهتقلبيهم كويس جدا. وبعد كده بعد ما تحسي ان الطماطم اتدبلت ونزلت كده شويه ميه، هنا انا بحط مكعب مرقه دجاج. لو عندك طبعا لو عامله بدل الفراخ لحمه هتحط مكعب لحمه. تمام، وهتسيبيهم يتدبلوا كويس. لو هنا برضو عندك صلصه حطي، هيبقى طعمها جميل جدا يا جماعه. وكل ما تحط فيها يعني الكبسه من الحاجات اللي بتحب التوابل الكتير وبتحب تتبهر كويس جدا. خلاص كده الطماطم نزلت ميتها وتحطي بقى الميه. هنا هتزودي على حسب، طبعا انا جايبه هنا نص كيلو رز، هزود طبعا زياده هخليها تغلي. الطريقه يا جماعه هتسيب الفراخ تغلي غلوتين فقط بعد كل الطريقه اللي احنا عملناها، وبعد ما تغلي الغلوتين هتنزلي الرز، مش اول ما الميه تغلي تنزلي الرز وبعد كده لا. السوى الصحيح هتسيب الفراخ تغلي غلوتين، وما تلاقيها داخله على سوى هتروحي حاطه الرز، وهتسيبي مقدار عقلة صباعك زيادة عن الرز ايا كانت الكمية، وهتغطي طبعا وتملحي كويس جدا وتسيبيه لحد ما يستوي. هنا هنعمل الدقوس، معايا هنا طماطم ومعايا فلفل حراق، او لو انتي طبعا ما بتحبيش حراق حطي فلفل اخضر، ومعايا نعناع فريش وتوم مهروس، ومعايا طبعا الخل والليمون ما ننساهوش، انا بعصر الليمون. وطبعا الخل، ولو عندك صلصة طبعا ما كانش متوفر عندي، دي الطريقة الصحيحة للدقوس. احط شوية بابريكا وطبعا هنملح ونحط شوية كمون، وبعد كده تفرمي في الخلاط. هتاكلي احلى دقوس. لو في طبعا صلصة اللي هي المعلبة وحطيتي معلقة هتشوفي طعم طبعا تاني خالص وريحة. انا من الناس اللي ما بعرفش اكل الكبسة غير بالدقوس. وما تفرميش في الخلاط تنعميه عصير، لا سيبي كتل كده تحس يعني تحسي بطعم الطماطم فيه وطعم التوم. هنا طبعا لازم النعناع بيودي الطعم في حتة تانية خالص. هنا كانت الكبسة استوت اهي، لما تلاقي الرز اتشرب وممكن تدوقي كمان، يعني ما تخافيش هو مش هيشيط، اول ما تحطي الرز كده توطي على طول وبعد كده لحد ما يستوي هتلاقي استوى معاكي. هنيجي هنا طبعا نقلب الرز واوريكم الجمال. والفراخ كانت مستوية جدا جدا، والفلفل اهو ما اتفتحش لاني انا بحطه ريحة فقط، مش بحطه ان انا عايزة الطعم.
والفلفل الحراق ريحته اقوى من لما تحطي نص قرن فلفل رومي يا جماعة. وبعد كده انا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. هتوحشوني جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا.